أنواع الهدي وأحكامه. يعني إيه هدي؟ الهدي هو ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام، يعني إبل أو بقر أو غنم، تقربا لله تعالى. الهدي نوعين: النوع الأول اسمه هدي الشكران، والنوع التاني اسمه هدي الجبران. طيب نشرح النوع الأول اللي هو هدي الشكران. هو هدي لمن اختار نسك التمتع والقران. لمن أراد الحج واختار نسك التمتع والقران، فالهدي بالنسبة له حكمه واجب، وهو دم شكر لله تعالى على إتمام النعمة، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. طيب اللي ما بيلاقيش الهدي أو مش معاه تمنه بيعمل إيه؟ بيصوم 3 أيام في الحج، ويجوز صيام الأيام دي في أيام التشريق بشروط هنقولها بعدين، و7 لما يرجع بلده، لقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. يستحب للحاج إن هو ياكل من هدي التمتع والقران، لقول الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. طيب ده فيما يخص هدي الشكران اللي هو النوع الأول. النوع التاني اللي اسمه هدي الجبران، وهو الهدي الخاص بالفدية الواجبة. لما حد بيترك واجب أو بيعمل محظور من محظورات الإحرام، أو بسبب الإحصار إن هو يمنع أصلا من أداء النسك، يعني من أداء الحج أو العمرة، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. النوع ده من الهدي ما ينفعش ان انت تاكل منه، بل يتصدق بيه على فقراء الحرم. وفي الذبح يستحب ان يذبح الحاج بنفسه، ولو اناب عنه غيره فما فيهوش مشكلة ويجوز ذلك. ويستحب القول عند الذبح: بسم الله، بسم اللهم هذا منك وإليك. نتكلم عن مكان الذبح. السنة أن يذبح هدي التمتع والقران بمنى، ولو ذبحوا الحاج في أي موضع من الحرم جاز له ذلك ولا شيء فيه. وبرضه فدية ترك الواجب وفعل المحظور فلا تذبح إلا في الحرم. أما الهدي الخاص بالإحصار اللي هو عدم إتمام النسك فبيذبح في موضعه. نتكلم دلوقتي عن وقت ذبح الهدي بتاع الشكران. السنة ذبح الهدي يوم عيد النحر اللي هو العاشر من ذي الحجة، وفي اختلاف بين الفقهاء في تحديد وقت انتهائه. فذهب جمهور من الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة ان وقت الذبح الهدي بيكون في ايام النحر، وهي الثلاثة اللي هم 10 و11 و12 من ذي الحجة. ومنهم من قال إن يستمر وقت الذبح الهدي إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، فيكون الذبح في يوم العيد اللي هو يوم النحر يوم 10، و3 أيام بعده اللي هم 11 و12 و13 اللي هي أيام التشريق. وإذا غربت الشمس في أيام التشريق انتهى وقت الذبح. طيب نتكلم دلوقتي عن شروط الهدي. شروط الهدي: أول حاجة إن يكون من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام يعني إيه؟ إبر، بقر أو غنم. طيب تاني شرط ان يكون خالي من العيوب زي المرض والعور والعرج والهزال. طيب الشرط اللي بعد كده ان يبلغ السن المشروعة. فالإبل 5 سنوات، والبقر 2 سنين، والماعز 1 سنة، والضأن 6 شهور. تمام. هنتكلم دلوقتي عن معلومة مهمة: متى يصوم من لم يجد الهدي؟ احنا اتفقنا اللي مش قادر على تمن الهدي ومعهوش فلوسه بنقول له انه يصوم 3 ايام في الحج و7 لما يرجع. ناس كتير بتسأل امتى صوم، فبيبدأ الحاج في الصوم لما يتحلل من عمرته على طول بيصوم، ولو حتى في شهر ذي القعدة ولو حتى في شهر شوال بيصوم 3 أيام. ال7 الباقيين بقى الأفضل إن هو يأخرها لما يرجع لبلده. ولو صامها في مكة فمفيهاش برضو مشكلة. يقول الله تعالى: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. الأفضل إن يصوم ال3 قبل يوم عرفة حتى يكون في يوم عرفة مفطر، وده السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاج لا يصوم عرفة، أما غير الحاج فله صيام عرفة. طيب هنا هنتكلم عن بعض الأسئلة اللي بيسألوها الحجاج وبتبقى فيها عندهم إشكالية شوية. في سؤال بيقول: حكم من نوى شراء الهدي
ثم بعد كده عجز عن الشراء، يعني حد كان ناوي ان هو يشتري الهدي وبعدين الفلوس مثلا قصرت معاه، يعمل ايه؟ نقول له لو لم يتيسر له ذلك ان هو يشتري الهدي بعد ما نوى، صام ايام التشريق، ما فيهاش مشكلة، دي رخصة خاصة لمن عجز عن الهدي، بيصوم ايام التشريق فقط دون غيره من الناس، لان ايام التشريق دي ايام اكل وشرب وايام ذكر الله وايام نحر، فلا يجوز صومها لأحد من الناس إلا لمن عجز عن الهدي ولم يتيسر له الصوم قبل عرفة. طيب معلومة تانية، الفرق بين الشخص اللي بيضحي والحاج اللي هو اختار نسك التمتع أو القران. نقول إن المضحي غير الحاج اللي بيبقى عليه هدي، والأضحية غير الهدي. فالمضحي هو الذي لم يحج ونوى أن يضحي أول أيام العيد، فده بيمسك عن قص شعره وأظافره من أول ذي الحجة. إنما الحاج لا يمسك عن أخذ أي شيء إلا عند الميقات، عشان هو هيكون ساعتها بس محرم، فما ينفعش إن هو ياخد من ضوافره، لأن احنا قلنا إن أخذ الضوافر ده أو قص الأظافر من محظورات الإحرام. فهو لما بيكون عند الميقات فهو بيكون دخل في الإحرام حتى وإن كان عليه هدي. طيب الأضحية ملهاش مكان محدد تذبح فيه، بتذبح في بلد المضحي أو أي مكان المضحي بيريده. إنما الهدي احنا لسه قايلين الهدي الواجب على الحاج القارن والمتمتع يذبح في منى أو أي مكان في الحرم. سؤال كمان بيسأله الحجاج، هل يجوز ذبح الهدي في أثناء الحج بنيتين، نية إن أنا أعمل هدي التمتع أو القران ونية الأضحية؟ فهنقول لا يجوز ذبح الهدي أثناء الحج بنيتين، لأن سبب مشروعية الأضحية بيختلف عن سبب مشروعية الهدي، فلكل واحد منهم مقصود مختلف. الأضحية سنة شرعت شكرا لله تعالى وإحياء لسنة الخليل إبراهيم عليه السلام. أما الهدي هو ما يذبح في الحج لشكر الله تعالى على إتمام النسكين اللي هم العمرة والحج في نفس العام، وده هدي التمتع والقران. والهدي برضو لفعل محظور من محظورات الإحرام، أو لترك واجب من واجبات الحج، أو لجبر خلل وقع فيه المناسك. فعشان كده المقصود أو مشروعية كل حاجة فيهم مختلفة، فلا يقبل التداخل بينهم، فلكل منهما مقصود مختلف. وبكده نكون خلصنا كل حاجة تخص الهدي. ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.